هل عملية التوظيف التقليدية هتفضل مكملة في ظل وجود ال AI؟ الإجابة لأ. لو هنبتدي البروسيس، أنا لما بعمل سورسنج متوقع إن في كانديد بيقدم لي دوكيمنت ما ألا وهي السي في، فموست اوف السيفيز will be written by AI tools. كذلك إحنا كريكروترز هنستخدم AI tools ما بعد ال ATS عشان يحصل actual filtration للسيفيز اللي بتجيلي. يعني فور اكزامبل لو بيجيلي 200 سي في لسنجل بوزيشن، انا هخلي الاي اي تول تعمل سكرين لكل السيفيز ات ذا سيم تايم. هنا اتوقع ان هيحصل ما يسمى بالاي اي بايس. يعني ايه؟ سنس ان السي في مكتوب باي اي تول وانا عندي اي اي تول بستخدمها عشان تفلتر السيفيز دي، الموديل بتاعك لو هو ارى ان السي في ده مكتوب بسيميلر موديل، فور اكزامبل انا بنيت السي في بتاعي بتشات جي بي تي وانا الاي اي تول بتاعي مبنيه على تشات جي بي تي، هنا موست بروبابلي السي في هيعدي، لان هو في الاساس التول واحده اللي كاتبه البيانات دي. انما لو هو حس ان هو اتكتب عن طريق تول تانية زي جيميناي زي كلود، ممكن يحصل بايس وان يقول لك ان السي في ده مش هو الهاي رانك. فدي اول معضله اتوقعها ان هي تحصل في الهايرنج. طيب وات اف اللي احنا عدينا المعضله دي وحصل فعلا سكريننج مظبوط للسيفيز؟ اللي هيحصل بعد كده ان الانيشال انترفيو او الانيشال كول ما بين الريكروتر وما بين الكانديد برضه البي دان ثرو اي اي، ممكن عن طريق افاتار، ممكن مكالمه عن طريق بوت، ايا كان. فبرضه هنخش في نفس المعضله، او على حسب الموديل تريند ازاي عنك. فبالتالي زي ما الاي تي اس كان بيقرا سام كي ووردز عشان يفلتر السي في، نفس الموديل ده هو بيعمل تحليل لاجاباتك بيزد على التدريب اللي هو عدى بيه. فلو الشخص مناسب بس هو قال كلمات او قال ردود مش متماشيه مع التريند موديل اللي انت بتستخدمه، هو هتلاقيه مش حاطه في رانك عالي. لو هو قال كلمات او اجابات متماشيه مع التريند موديل، هتلاقيه ان هو بيعدي. فيجي دورنا هنا لاحتياجنا اكتر للعنصر البشري، ان هو اللي هيأشور الكواليتي والاكيورسي بتاعه الاي اي موديل. بس لا غبار ان احنا لازم هنستخدم الاي اي تول عشان يسكرين كل السيفيز في وقت قليل، عشان يعمل انترفيوز لموست اوف الكانديدز. ويجي دوري هنا اللي انا بميك شور او باشور ان الناس اللي هي مرشحه انا قابلها، والحاجات بقى اللي بنتميز فيها كبشر زي الكوميونيكيشن والابداع وي وي وي